أنت مش ضحية، أنت اللي بترجع. المشكلة مش إنه بيكسرك، المشكلة إنك بعد ما يكسرك بترجع تمسك في إيده تاني. كل مرة تقول خلاص دي آخر مرة وترجع، كل مرة تقول اتغير وهو زي ما هو. أنت اللي بتضحك على نفسك. أنت مش واقع في حب غلط، أنت واقع في إحساس غلط، متعلق بالاهتمام اللي يجي يوم ويختفي أسبوع، متعلق بمكالمة بعد خناقة، متعلق بكلمة وحشتني اللي بترجعك لنقطة الصفر. أنت مش بتحبه، أنت مدمن الجرعة، مدمن القلق، مدمن الانتظار، مدمن الإحساس إنك مش مطمن، وإنت فاكر ده حب وهو في الحقيقة انسحاب كرامة ببطء. علشان كده أول ما حد يعاملك صح بجد تتوتر، تحس إن في حاجة ناقصة، تقول مش حاسس بحاجة. عارف ليه؟ عشان الحب الهادي بيخوفك، أنت متعود على الدوشة. خليني أقولك الحقيقة التقيلة، هو مش ماسكك، أنت اللي ماسك فيه بإيديك وسنانك. مش عشان هو مفيش زيه، عشان أنت خايف تمشي، خايف تبقى لوحدك، خايف تواجه نفسك من غير دراما، خايف تكتشف إن المشكلة مش فيك. واللي بيرجع لنفس النار كل مرة ما ينفعش يقول النار ظلمة. السؤال مش هو ليه بيأذيني، السؤال أنت ليه بترجع له كل ما يقولك تعالى. طول ما أنت بترجع محدش هيصدق إنك مظلوم. الوجع اللي بترجع له بإرادتك ما ينفعش تسميه ظلم. اختار بقى، تفضل تحكي إنك ضحية ولا تعترف إنك شريك في اللي بيحصل لك. جاوب نفسك، بس المرة دي من غير ما تكذب.